يعني دائما التفاؤل هو يصنع الفرق، وأنت نقلت لنا صورة جميلة من الشباب، وأنا أقرأ في وجهك الحمد لله هذه الطاقة القوية أو السلاح المهم. لكن أحيانا لو فرط ممكن يكون له نتائج عكسية. أنتم تحددون حجمكم وتعرفون إمكانياتكم وقدراتكم. أخي الكريم، أي شيء بيصير طبعا يعني نحن عم نشتغل قيادة عسكرية وتخطيط عسكري، بنشوف المناسب، بنشتغل الصح، بنضمن السلامة أول شيء، بنشوف مدى الخطورة وبنشتغل، ما بنتهور، نحن نشتغل ضمن العقل وضمن الخطط العسكرية، والحمد لله الحمد لله إلى الآن يعني الله واقف معنا ضمن إمكانياتنا. وكل العالم سمع باللي صار بمدينة قصر الحرير عندما بس لأنقل لك الصورة. اجى الامن عم او ضابط من الامن بيتفاوض مع شخص من انه سلمونا المسلحين ونحن شو قال له؟ قال له بس بدنا المقاتلين اللي كانوا يقاتلوا على ويمتطون الخيل. قال له اي خيل واي خيل؟ قال كان في مقاتلين يقاتلوا معكم على ظهر الخيل. شوف سبحان الله، والله لا كان في خيل ولا كذا. هذول جنود الله يقاتلون مع الشعب السوري، جنود الله أرسلهم الله ليقاتلون مع الشعب السوري، وهي قصة حقيقية والله العظيم يا أخي الكريم. والحمد لله الحمد لله نحن مو خايفين ومتفائلين لأنه عارفين أنه الله معنا، الحمد لله. صحيح. طيب